المريخ، كوكب المريخ الكوكب الأحمر، كوكب الحرب والنار. هذا الكوكب الأحمر هو الذي أطلق عليه الفلكيون قديما أيام عصر اليونان القديمة، قبل أكثر من 2000 سنة. عرفوه بكوكب مارس، ومارس هو إله الحرب والقوة لدى اليونانيين القدماء. باللغة الإنجليزية ما زال الكوكب الأحمر يطلق عليه مارس، ونعرفه في لغتنا العربية بكوكب المريخ. أما سبب تسمية كوكب المريخ بالكوكب الأحمر فكان بسبب ظهوره لحظة الرصد بلون أحمر قاتم. عرف العلماء أنه بسبب وجود غازات معينة بالغلاف الجوي. عرف المصريون القدماء كوكب المريخ بلونه الأحمر وهو يتألق في سماء مصر. طبعا عشان السماء بتبقى صافية فقدروا ان هم يشوفوه، اطلقوا عليه اسم حورس الأحمر، ووصفوا حركته عندما يتراجع إلى الخلف في مساره عبر السماء في برديتهم، يعني ذكروه القدماء المصريين. وعندما غزا الفاطميون مصر وأرادوا بناء مدينة لهم محاطة بسور، القائد جمع، طبعا كان جوهر الصقلي، جمع المنجمين وأمرهم بأن يختاروا طالعا لحفر الأساس وطالعا آخر لرمي الحجارة للبنيين. فثبتوا بالسور قوائم خشبية وأوصلوا هذه القوائم بحبال علقت عليه أجراس حتى يتمكن البناؤون من رمي الحجارة أو الطوب حينما تدق الأجراس. حدث وأن غرابا شاردا وقف على إحدى هذه الخشبات فدقت الأجراس، وظن البناؤون أنها إشارة البدء لإلقاء حجر الأساس للسور. ساعتها صاح الفلكيون أو المنجمون: لا القاهر كوكب المريخ في الطالع كان موجود ساعتها، هذا لا يبعث على التفاؤل. عندما قدم المعز لدين الله الفاطمي لمصر وسمع هذه القصة راقت له الفكرة، فسمى المدينة القاهرة وأصبحت هي قاهرة المعز. إن كوكب المريخ هو كوكب ناري يؤثر على أغلب مواليد الأبراج النارية، ومرتبط بالرقم 9 أيضا. يظهر تأثيره بشكل مباشر في زيادة النشاط، في الحماسة، في الشجاعة، في الانطلاق، في التهور أيضا، ويظهر أيضا في زيادة حدة الخلافات والمشاكل، أيضا في نشوب الحروب والقبائل والخلافات السياسية أو حتى العقائدية، وزيادة حالات الجريمة والقتل والاغتصاب. كل هذا النحس الأصغر في الأغلب سبب إطلاق اليونانيين عليه بكوكب الحرب أو باسم إله الحرب مارس. هذا هو السبب. بتستغرق فترة تراجع المريخ حوالي 3 شهور. أثناء فترة تراجعه بيؤثر بشكل مباشر على مواليد برج الحمل، وأيضا على مواليد برج العقرب، وأيضا على البرج الذي يتراجع فيه المريخ، طبعا اللي هو برج الدلو. كون المريخ في برج الدلو دلوقتي برج التمرد، برج الاختلاف، هذا الشيء يعطيه انفجار أو يعطيه غضب مختلف عن بقية التأثيرات. حتى أسبابه للغضب مختلفة. مريخ الدلو يغضب لأمور عدة: التميز، العنصرية، التملك، الجباء والجهل، الظلم، الحساسية، حتى الأمور الغير منطقية، الدراما. المريخ في برج الدلو لا نستطيع القول أنه عفوي أو لا بردة أفعاله. الدلو هوائي متقلب، قد يغضبه أمر ما اليوم ولا يمانع به غدا. المريخ في الدلو وسيلة غضبه الفتاكة هي الكلمات، قد يتفوه بكلمات لا تعلم كيف ركبها أو لا. هوائي، والهواء كلمات وتعبير. الشيء المثير للاهتمام بصاحب المريخ في برج الدلو أنه لا يغضب منك بسهولة مهما حاولت استفزازه، لأنه لا يرتبط بالأمور عاطفيا، يحللها منطقيا.
ردة فعل المريخ في برج الدلو قد تكون مفاجئة لك، لأن صبره يقل معك كشخص هو غير البقية الذين يطول صبرهم معك بزيادة مدة بقائهم أو بقائكم مع بعض. يعني المريخ في الدلو قد يغضب حين تزعم أنك تفهمه، أنك تعلم ما الذي سيقوم به لاحقا، أنه شخص سهل التنبؤ به وبردة أفعاله. هذا يغضبه لأنه ليس كذلك. قد يغضب مريخ برج الدلو أيضا عندما تقلل مما يفعله، أو عندما تحجم من دوره في أمر ما، أو قد تستغني عنه كليا بحجة أنه يمكن استبداله أو رفضه. المريخ في برج الدلو يسمح لك أن تكون مختلف أو غاضب، هو لا يريدك أن تكون نسخة منه، لا يغضبه غضبك، ويتقبل كل حالاتك السيئة والمرضية مما قد يغضبك أنت. لم يغضبك أن مريخ برج الدلو يتقبل غضبك، لأنك عندما تغضب تريد ردة فعل وتفاعل، وليس شخص يقول لك أكمل غضبك، أنا آسف لأجلك. مش هتحصل. شخص المريخ في برج الدلو يستمتع أيضا بالحديث عن الجنس أو التلميحات الجنسية أكثر من الدعابات الجنسية. ربما جنس كتابي قد يثيره، أو جنس هاتفي، أو عبر أي شاشة. مريخ الدلو لن يأبه بالبروتوكولات المتعارف عليها قبل الجنس، كالتدرج مثلا، المواعيد الغرامية. الجنس ليس عاطفة لديه خالص، قد يمارسه مع غريب، مش قصة. ليبقى مريخ الدلو مهتم بالجنس معك لتكن غير متطلب، مستعد للمغامرة بالجنس، متنوع، ما انتش روتيني. لا تقيدهم بالوعود سواء لزواج أو لخطوبة أو لحب. نقطة مهمة لمريخ الدلو كونه يمازح ويتحدث بالجنس كثيرا. الكل يتوقعه جنسي بحت باهتمامات جنسية، بينما هو يستمتع فقط بالحديث عنه. أيضا يؤزم الأوضاع في المهنة، المريخ والسمعة والعلاقة مع رؤساء العمل أو أحد الوالدين، ده البرج الثور. أما يثير المشاكل بقى مع برج العقرب في وضعه الشخصي أو العائلي أو المنزلي أو في مجال العقارات أو في السيارات. أما المشاكل المتعلقة بكل أنواع الشراكة فهي من نصيب برج الأسد، لأن التراجع سيكون في بيت الأعداء الظاهرين، بيت الخصومة، بيت الشراكة، بيت الشريك العملي والشريك العاطفي. أيضا بيفضل أن نكون أكثر صبرا أو نترك الأمور تأخذ مجرياتها، ما نواجهش، لأنه قد نصاب بالإحباط وباليأس بسبب إبدائنا لبعض النشاطات، إذ أن العقبات ستعترض طريقنا ولا تتيح لنا فرصة تحقيق أهدافنا أو مطامحنا. كما يجب علينا أن نبتعد عن المنافسات والمواجهات الشرسة حتى النقاش الحاد. وبما أن المريخ يتحكم بالنار وبالآلات الحادة والميكانيكا، ففي فترة تراجعه يحدث التالي: تراجع المريخ يزيد من النزاعات، تراجع المريخ يزيد من العنف وحدة في المواجهات، تراجع المريخ يزيد القتال بين الأفراد، تراجع المريخ يدق ناقوس الحروب بين المنظمات وبين الدول، تراجع المريخ تزيد فيه الحرائق والنيران في المباني، في الغابات، أو حتى في المية لأسباب غير معلومة وغير واضحة. تراجع المريخ ترتفع فيه نسبة الحوادث السيارات أو القطارات. تراجع المريخ يعني سقوط للطائرات أو غرق للسفن. تراجع المريخ تعطل لبعض الماكينات والتي قد ينتج عنها اشتعال لأي مركبة أو حتى أعطالها. تراجع المريخ يزيد الأمور اشتعالا ويزيد من سخونة الجو والأجواء المحيطة. تراجع المريخ يجعل الوقت دموي
والمواجهات ساخنة. تراجع المريخ تشتد أعمال العنف والقتال بين الأفراد والمجموعات والدول، فقد يزيد أي نزاع سواء ما بين اتنين، سواء ما بين 5 و5، ما بين منظمات، ما بين دول، وربما التجديد للعداء وللكره وللنزاعات المتعلقة بأحداث حتى ماضية. انتبهوا لأمور الحروق والإصابات الخطيرة في المنازل أو المصانع. من جهة أخرى خلال حركة المريخ إلى الخلف، يعني لما يبقى متراجع، يكون من المفيد التخطيط الاستراتيجي والنظر بجدية للأمر وانتظار قبل أن نقرر بدء أي مهمة جديدة، أو حتى رفع دعوى قضائية، أو حتى شراء سيارة جديدة، أو الخضوع لأي جراحة اختيارية، ما بنقولش الجراحة اللي لازم دلوقتي، أو حتى الزواج. من المهم حل كل التناقضات والتخلص من أسباب التحريض على الكراهية، فقد تتعطل بعض الآلات أيضا والماكينات فجأة. لهذا يجب فحص أي آلة بشكل جيد ودقيق. قد تحدث بعض الحرائق الفجائية في الطبيعة، أو بعض الحرائق الفجائية داخل منازلنا، لهذا يتوجب علينا الحذر من المواقد، من أفران الغاز وغير ذلك. بيشعر الرياضيون وقت تراجع المريخ بتراجع في رغبتهم على الإقبال على التمارين، لأن المريخ كوكب الطاقة. تراجع المريخ عالميا وعلى الدول كافة، مش مصر بس بصفة خاصة يعني، لا، هناك اتصال نحيس بين عطارد كوكب الفكر في برج الأسد وبين المريخ في برج الدلو. يدل هذا الاتصال النحيس على انتقادات حادة في وسائل الإعلام، وقد يتعرض بعض رجال الصحافة للمساءلة القانونية وربما للسجن. ستوجه رسائل إعلامية عند الانتقادات لتردي أوضاع القطاع الصحي وكذلك قطاع الصناعة. تراجع المريخ بيشعل موجة من الإضرابات والاحتجاجات للأطباء وللممرضين أو للبدء أو لليد العاملة في بعض المؤسسات. كما ستوجه انتقادات لقطاع الرياضة والمطالبة بالاهتمام، وممكن أن يدرج بعض الفئات الشابة في الفرق، يعني حاجة زي كده. لتثبيتها هناك أيضا اتصال نحيس زي ما احنا شايفين دلوقتي بين المشتري في برج العقرب والمريخ في برج الدلو. بتتعرض بعض المؤسسات، الزاوية دي بتعمل كده، المالية والبنكية والمبادلات التجارية، لبعض الاضطرابات. ايضا تراجع المريخ بيسبب سوء التدبير، او يسبب تخصيص الدولة لميزانية اكبر، مثلا الدولة لها وجهة نظر، ده بيعمل عدائية، فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية التي غالبا ما تتعرض لعراقيل، وممكن ألا يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذه الفترة، فترة منحوسة. في هذه الفترة قد يعلو صوت بعض المعارضين أو الأصوات الحنجرية. في هذا الوقت هناك أيضا اتصال نحيس بين الزهرة في برج الأسد وبين المريخ في برج الدلو. هذا الاتصال بيعمل ايه؟ اولا هو بيدلنا على ازدياد اعمال العنف. تراجع المريخ وهذه الزاوية يكون في هناك عنف ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانة الزوجية بتكتر في وقت تراجع المريخ. بيعاني كمان الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية. يعني الفترة غير مناسبة للاستثمارات المالية أو للفن أو لطرح أي منتج جديد في السوق. هناك أيضا اتصال نحيس بين المريخ في الدلو وبين أورانوس في برج الثور الترابي. ده بيدلنا على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات وقت تراجع المريخ، وقوع طائرات وقت تراجع المريخ، حوادث في السكك الحديدية وقت تراجع المريخ، أيضا بعض الزلازل أو العواصف المفاجئة حتى لو مش في أوانها. وقد يقع هناك تمرد أو بعض الانقلابات العسكرية، أو يتم عزل أو قتل أحد القادة الكبار، مش مصر، أنا بتكلم على العالم،
بتشهد مظاهرات واضطرابات في قطاع الصناعة أو الصحة، وقد تشهد هذه الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية. هناك أيضا اتصال سعيد، مش كله نحيس يعني، ننوع شوية، ما بين المريخ والشمس، وده بيدل على ازدياد اهتمام الحكومة أو الملك أو الرئيس على حسب المكان بالشؤون العسكرية والأمنية، وحسن حال اليد العاملة في قطاع الصناعة، ووجود توازن ما بين العرض وما بين الطلب. كما يزيد أيضا الاهتمام بالميدان الرياضي أو قطاع الصحة أيضا. في هناك بقى نظرية اسمها نظرية الهروب للأمام، دي في علم النفس، دي بتعد من وسائل الدفاع النفسي. يعني الإنسان يقدر يصنع وسيلة دفاع حتى يتهرب من مشكلة ما أو من ضغط ما يمارس عليه. بتسمى هذه النظرية بالهروب للأمام. هذه النظرية بتعني أن الإنسان طالما لم يقدر على الرجوع للخلف أو التراجع عن شيء ما ولا يجد سبيلا للانسحاب، يقوم بالقفز خطوات للأمام ويتجاهل المشكلة تماما ويتعامل معها وكأن المشكلة غير موجودة من أصله، يعني أي تعامل وكأن شيئا لم يكن. وهذه الطريقة في التعامل قد تكون جيدة وقد يكون لها نتائج جميلة جدا في بعض الأحيان لمقاومة تأثير كوكب المريخ السلبي علينا، لأنه هو بيعمل لنا ضغوط. لكن الشرط الوحيد الذي نود أن نقدمه لكم حتى نقوم بالتصرف بطريقة الهروب للأمام وتجاهل الضغوط هو أن يكون تجاهل المشكلة لا يشوبه تجاهل للمسؤولية، وخاصة إذا كان أب ومسؤوليته نحو أولاده، فمش هينفع يتجاهل المشكلة دي. طبعا هنا ده معناه الكلام ده لأنك أنت تقدر تستطيع أن تستخدم هذا الحل في حالة الضغوط الشخصية التي تعاني منها أنت وحدك، وليس مشكلة خاصة بأبناء مش هينفع تتهرب من مشاكله يعني. طبعا ده تصريف من تصرفات الطاقة، من الطرق الرائعة التي أشجعكم عليها تجنبا لمواجهة المشاكل وللسلبيات التي يضغط بها كوكب المريخ على الأفراد، هي ممارسة الرياضة بقوة. يعني نفرغ الطاقة بتاعتنا اللي موجودة جوه أجسامنا واللي احنا مشحونين بيها بالرياضة. طبعا ده بيقلل كتير من الآثار السلبية لكوكب المريخ. تأثير كوكب المريخ سواء بالإيجاب أو بالسلب أساسه وبدايته إنه بيبقى فيه شحن للطاقة زايدة مأفورة. نعمل إيه؟ نخرج الطاقة دي ونعمل تنفس كويس، وده طبعا حسب نوع الطاقة بنتصرف وبنتأثر. ولذلك السعي خلف تصريف تلك الطاقة في ممارسة إيجابية وهي الرياضة تعد وسيلة جيدة جدا لتجنب أو تقليل حدة الآثار لكوكب المريخ. وهذه الوسيلة متاحة للجميع مش لواحد بس، فيستطيع كل شخص أن يمارس الرياضة وأن ينفس عن نفسه وعن الشحن اللي هو مشحون بيه. وطبعا الرياضة كويسة ومفضلة في أي مكان في داخل البيت، لكن طبعا نصيحتي أن نمارس الرياضة في مكان مفتوح حيث يعد ذلك أفضل وأنسب لما نود تحقيقه للتخلص من الأرق ومن التعب الذي يلازمنا أثناء وجود ضغوط عصبية علينا بسبب تراجع المريخ. فعلا زيارة المريخ بتترك أثرها بسرعة في البيت، في المصنع، في الشارع، وطبعا بيرافق ده دايما الكثير من المشاكل في حياتنا والمواجهات السخنة والصعبة مع الإفراط في الطاقة الزايدة، بتدي تهور وبتدي تسرع وبتجيب لنا عقبات لابد أن نواجهها، ممكن العديد من الأمراض أو بعض الحمى. فيجب ان احنا نحافظ على نظافة اكلنا وناكل اكل بشرط صحي. كمان في وسيلة تانية للتخلص من هذه الاثار هي سبيكة زحل التي تصد وتمنع الطاقات السلبية زي تراجع المريخ. تراجع المريخ او بقية الكواكب، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقسم بالخنس الجواري الكنس، والخنس اي خنس اي تراجع، والجواري اي عندما تكون الكواكب في حركة امامية. سبيكة زحل بتصد النحوس في ترددات سلبية
بتجعلنا نتصرف وتجعل سلوكنا غير معتاد وغير منظم وخارج عن حدود الاعراف والقوانين، فاحنا نقدر ان احنا نعمل توازن في اعضاء جسمنا بسبيكة زحل، او الدعاء والتقرب الى الله، لان الدعاء يغير القدر. والى اللقاء بعد سنتين لما يتراجع المريخ، نعمل لكم حلقة، وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.